مهمة جدًا ممكن تنفذيها كل 6 شهور، وهي إنِّك المروحة بتاع الغسالة عشان تنضفي تحتها، هتخلعي الجزء اللي من تحت في الحلة علشان تنضفي تحتيه، وده كمان من أسباب ريحة الغسيل، وكمان الناس اللي بتشتكي إن الغسالة مش بتنضف كويس. هتلاقي غطا صغير كده وله سهم، هتجيبي سكينة وتدخليها أسفل السهم وتبدأي ترفعي لفوق، هيخرج معاكِ بسهولة، وهتلاحظي كمية أتربة تحت الغطا ده بتغطي على المسمار اللي ماسك الجزء ده بالحلة. هتنضفيه من الرواسب دي بالفرشة أو الفوطة، وتبدأي تفكي المسمار وتدخلي المفك بتاعك في الفتحة اللي من تحت وتحركيه يمين وشمال وتشدي لفوق، هيخرج معاكي الجزء ده بسهولة. ممكن بقى تلاقي يعني رواسب مهولة في الجزء ده. انا يمكن هنا نظيف نوعا ما، بس غالبا بتلاقي الجزء ده متسخ جدا بالرواسب، وممكن تلاقي فيه دبابيس وغيره. هتنضفيه